السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. يعني بسجلكم الساعة 6 الصبح عشان تعرفوا ان انتوا غاليين عندي ازاي. كل سنة وانتم طيبين. احنا النهاردة هنعمل بسكويت العيد، طريقة سهلة وبسيطة. ماشي. معانا 2 كوب من السمنة، ودي سمنة مش بلدي، دي سمنة كريستال عادية. عايزة تعملي برافو اعملي. 2 كوب. ماشي. بالمج اللي بنشرب فيه الشاي العادي خالص. تمام. فصراحة أنا مش بحب البسكويت بالذات بالسمنة البلدي، بحبه بالسمنة اللي هي بتاعة العلب، بيطلع والله أطعم وأحلى وأخف. أما لما بتعمليه بالبلدي بيبقى عامل زي البيتي فور، بيبقى تجيل. فيعني البسكويت ده عشان مثلا الصبح كده تعملي نسكافيه، تعملي مثلا شاي بلبن وتفطري انت والولاد وكده، فلا يبقى حاجة خفيفة كده. يبقى عادي سمنة روابي، سمنة كريستال. عايزة تعملي كوباية من سمنة العلب دي على كوباية تانية زبدة، مفيش مشكلة، اللي انتي بتحبيه اعمليه. بس نصيحة مني، هي كانت بالسمنة دي كانت حلوة والله. ف2 كوب من السمنة زائد 2 كوب من السكر البودر. وانتي مثلا رايحة كده للعطار، بيبقى ايام رمضان بيطحنلك عادي السكر، بيطلع مكنة كده بتبقى قدام المحل بتاعه. انا عملت كده صراحة، وانا بشتري منه حاجات، خدت كيسين سكر معايا او اشتريتهم منه يعني وطحنهم. ماشي. مش بشتري انا الجاهز اللي بيبقى في السوبر ماركت، لا. فيبقى 2 كوب من السمنة عليهم 2 كوب من السكر، وضربناهم كده مع بعض 5 دقايق. ومعانا 5 بيضات عليهم كيسين من الفانيليا، بواكل هي الفانيليا اللي بتتباع في السوبر ماركت. 5 بيضات، بننزل بيضة بيضة، لما البيضة بتختفي معايا بحط اللي بعديها زي ما انتوا شايفين كده. شوفوا طريقة سهلة وبسيطة ومش تتوه خالص، ومش يعني ايه، ان شاء الله تجربيه وتعمليه وبأقل التكاليف. ماشي. حاجات بسيطة وهتفرحي بيها الأولاد وكده يعني. طبعا كل الولاد الصغار بيحبوا البسكويت، والكبار برضو، انا عن نفسي انا بحبه خالص مع الشاي. ماشي. فاهو 2 كوب من السمنة زائد 2 كوب من السكر. واللي انا حطيته دي كان معلقة الاول من جوز الهند، مش عايزة تحطي براحتكي مش هتحطي، عايزة تزودي عن كده معلقتين حطي. ومعانا كيس من الدقيق، برضو الكيس اللي بنشتريه من السوبر ماركت اهو، دي نفس الكيس اللي عملنا بيه الكحك والبيتي فور، زيه بالظبط. بس انا مش حطيت الكيس كله، انا سيبت فيه كوبايه وشويه كده او كوبايه. ودي معلقه كبيره من البيكنج باودر ملانه، ودي معلقه كبيره من التانج البرتقال، دوبتهم في شويه ميه زي ما انتوا شايفين كده، يعني اقل من ربع كوبايه بشويه. تمام. اهو. بس انا غلطت حاجه هنا، انا هقولكوا عليها يعني، مش هخبي ولا انكسف ولا كده. التانك كنت المفروض مش احطه على الدقيق، كنت احطه مع السوائل واضرب مثلا، وبعد كده بحط الدقيق. لما جيت احطه كده على الدقيق كان في مثلا حته غامقه وحته فاتحه، خدت مني وقت، قعدت يعني فضلت اقلب فيه كده مع بعضه في العجينه علشان تبقى كلها لون واحد. وزي ما انتوا شايفين التانج صراحه بيخلي البسكوته لونها زي ما انتوا شايفين كده، لونها حلو. فعايزه تعمليه ببرتقال اعمليه، بس مش هيديكي نفس اللون اللي هو الاصفر الجوي ده، هيبقى فاتح شويه عن كده. ماشي. وبرضو انت بتحطي البرتقال مش كتير، حبه برضو صغار، لان البسكوت انت كمان حاطه 5 بيضات، فمش بياخد معاكي سوائل كتير، ميه او برتقال او كده. عايزه تشيلي بيضه منهم وتحطي شويه برتقال مثلا ربع كوبايه، تمام براحتك. مش عايزه امشي على الطريقه اللي انا بقولك دي عليها، وان شاء الله تبقى حلوه. يبقى كيلو دقيق شيلنا منه كوبايه، حطينا 2 كوب من السمنه زائد 2 كوب من السكر، دوبناهم مع بعض. بعد كده 5 بيضات وكيسين فانيليا. وبعد كده حطينا الدقيق، وحطينا رشة من الملح، وحطينا معلقة كبيرة بيكنج باودر، وربع كوب من المية، دوبنا فيه معلقة كبيرة من التانج. وبصراحة يعني حبايب التانج غلي خالص، يعني الكيس الصغنون ده بتاع التانج ب7 جنيه، يعني كنت جبت فروتي كان أرخص، الفروتي بيبقى أرخص من التانج. وبعدت عشان اجيب برتقان برضه عشان ابشر فيها برتقان، او احط شويه عصير برتقان مع التانج، بس ما كانش الراجل عنده اللي جانبنا يعني، فقلنا كده ماشي الحال والحمد لله يعني. وبصراحه والله كان جميل وعجب الكل. وبعدين اول ما جيت اعمل
اللي بالكيس الحلواني والجمع راحت ايه، يعني الكيس اللي احنا بنشتريه بنحط فيه الجمع، المشط بتاع البسكوت، مشط الصغنون ده، فانقطع مني. فانا قلت لا، يعني لسه هبعت تاني حد يشتري وبتاع، لا ومش هيأس. دي مكنة البيتفور فيها اللي هو دي اصلا مش دي بتاع بيتفور عادي، بس اني بسيب ابني يعني رافع كده المكنة وبيعمل، واني زي ما انتم شايفين ايدي كده، وباخد منه ايه البسكوتيه لحد الطول اللي انا عايزاه، اقول له ستوب مش يعمل. فزي ما انتم شايفين كده. ولو فيها حته معوجه بتاع متكسرت مني برميها في الطبق على العجينه عادي، وباجي ايه احط تاني من الاول اهو زي ما انتم شايفين كده. دي رميتها اللي انا خدتها الاولانيه، دي رميتها في الطبق يعني بتاع العجين، ولسه بحطه تاني يعني. والمظبوطه وشكلها حلو بحطها. ولو هي مثلا معوجه مني شويه ولا كده عادي مش بتتكسر، ايه تلميها على بعض كده وماشي الحال برضو بتبقى حلو. والصواني دي بمسحها بزيت خفيف خالص يعني، خالص خالص يعني. وادي الجمع اللي هو ايه انقطع منه كيس الحلواني، مش ياسد برضو عمالت بيه، اي نعم تعبني شويه وبطيء، بس اهو بصراحه انا مش حدانا مكنه اللي كنا بنعمل بيها زمان دي على الطبلية، مش حدانا بصراحة. ماما بعتها لبتاع الروبابيكي فزي ما انتم شايفين كده اهو. فاحنا بقى هنسويه على درجة حرارة 180، بتدخليه في النص، ولما وبنفتح تحت بس، وما بنحس ان تحت هو لون، وبروح فاتحة من فوق، بس من فوق مش باخد وقت على طول وانا قاعدة جنبه، عشان البسكوتة ايه مش تتحرق مني ولا كده، وتطلع لونها حلو. واحنا اول ما بنخلص العجينه بنجرب مثلا في صينيه بسكوتين ولا 3، ان فرشت مني يبقى عايزه مني معلقه دقيق، مش فرشت خلاص. هو مش خد مني اصلا كيلو الدقيق كله، يعني اني شلت كوبايه من كيس الدقيق ده ومش احتاجتها، وجلبت كده ببعض، وخفت العجينه تبقى ناشفه مني قوي. ففي دقيق ممكن ياخد يعني العجينه تبقى مني طريه فاخد كيس الدقيق كله، وفي عجينه لا الدقيق مش ايه مش يبقى كده عجينته مظبوطه ازاي. يعني مثلا انا حطيت على السوايل شويه الدقيق لقيته كده مظبوط، طب افرض نشف مني احط له مثلا معلقه ايه برتقان ولا حاجه، طب افرض طري مني احط معلقه دقيق ولا معلقتين، مش هحط برضو الكوبايه كلها. هو صراحه عشان ابقى صادقه معاكم خد مني كيلو الدقيق الا كوبايه، الا كوبايه. العجينه البسكوت بتبقى طريه بس مش بتلزق في ايدي، ماشي يعني باخدها كده احطها عادي في المكنه بتاعه البوتيفور، مش لازقه في ايدي خالص، مش لازقه خالص. فزي ما انتم شايفين كده. فالانسان كده لازم يبقى هو يخلي باله من الحاجات البسيطه دي. لو بتلزق معايا احط لها معلقه دقيق، لو جربت وفرشت معايا احط لها برضه دقيق. وبس كده يا حبايبي، وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.